السلام عليكم شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ ردا على اسئلتكم. في واحد بيقول لي انا كان جسمي كده وكنت عايز اعمل التحول دوت على الفيديو بتاع التحول. في واحد تاني بيقول ازاي يا كابتن نفسي افهم الموضوع بالظبط. واحد تاني بيقول لي ممكن نصايح من اجل هذا التحول. بكل صراحه وبكل اختصار، التحول دوت الحاجه الوحيده اللي حصلت فيها ان انا قللت نسبه الدهون اللي في جسمي. نسبه العضلات كانت زي ما هي، ممكن تكون قلت كمان. الناس اللي ما تعرفش او مش متابعاني كويس او ما تعرفنيش، انا بقالي سنين بتمرن. انا دلوقتي عندي 37 سنه الحمد لله بتمرن، وعندي 16 سنه. اكتر فتره قطعتها ممكن حوالي 6 شهور ولا حاجه، وبفضل اتمرن تاني. قبل التحول دوت كنت قاطع تمرين بقالي شهرين او 3 شهور، كنت في مصر وفارمها اكل، فزدت نسبه الدهون عندي زادت، ما كنتش بتمرن، فالعضله ريحت بس لسه نسبه العضله موجوده. كل اللي عملته ان انا رجعت اتمرنت تاني الحمد لله، مشيت على نظام غذائي محسوب ليا انا، بحيث اكل سعرات اقل من اللي جسمي محتاجها. ولما نسبه الدهون قلت، العضلات شكلها ان هي بانت ان هي كبرت. هو ده اللي بيحصل لما بتخس دهون. عمليه ان انت تبني عضل في نفس الوقت ان تخس دهون للاسف ما بتحصلش، ان دول معادلتين عكس بعض. اللي بيحصل ان انت لو كنت تتمرن قبل كده او عندك عضلات مش باينه تحت الدهون، العضلات بتبان. فالفكره كلها انا ما كنتش مثلا تخين وما اتمرنش خالص وعملت التحول دوت، لا انا الحمد لله كنت بتمرن، قطعت بس شهرين ثلاثه، كنت فاتح في الاكل. فلما رجعت في التحول دوت ظبطت نسبه الدهون، نسبه الدهون قلت، تمرين كويس حديد، تمرين كارديو كل يوم. الدايت بتاعي كنت ماشي عليه كويس جدا، كنت واخد بس وجبه واحده في اليوم فري عشان بس النفسيه مش اكتر. فلو عجبكم الفيديوهات ديت اكتب لي سؤال تحت، عندك سؤال ايه، وان شاء الله هرد عليه في فيديو.